باخد على محمود ناجي رغم ان المباراه صعبه تحكيميا النهارده. الاعتراضات الحقيقه بشكل كبير جدا جدا جدا. كمان تحديدا من لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا، انا ما شفتش قرار خده محمود ناجي سواء كان الكور دي مشترك فيها نبيل عماد دونجا او مش مشترك فيها الا وما بيروح يعترض على حكم المباراه الحقيقه. ومحمود كان عنده صبر كبير جدا 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 الحقيقه، وده مش مطلوب يا محمود الحقيقه. اللعيب لما يعترض مره واثنين وثلاثه خلاص انت اديته الفرصه انه يعترض، هتلاقي مع كل كوره هتلاقي في اعتراض. نفس الشيء حصل مع اسامه فيصل لاعب نادي البنك الاهلي، اتكلم مع محمود ناجي برضو بطريقه مش مقبوله، انا بالنسبه لي كمان مش مقبوله ومفترض ان ما تكونش مقبوله لحكم اللقاء. فبالتالي كان يجب حته الاعتراضات يا محمود مهمه جدا جدا، ان اللعيبه تقابل الاعتراضات دي بالكروت. انت معاك كروت صفراء ومعاك كروت حمراء. اللعيب اللي بيخرج عن النص بديله الكارت الاصفر، اللعيب بيخرج عن النص تاني بديله الكارت الاحمر، وده موجود في القانون وما عندناش ادنى مشكله. يعني اللعيب انا مش هحافظ للعيب على نفسه يعني. عندنا طبعا في حالات كتيره جدا جدا. انا كنت شفنا حاله مهمه جدا ما ينفعش تعدي يا محمود، الحاله بتاعت محمد اسماعيل مدافع نادي الزمالك مع اسامه فيصل. الحقيقه الاستخدام المرفق، اللعبه دي انا هقول فيها انذار، لكن اللعبه دي ما ينفعش تعدي لا بدون مخالفه فنيه ولا بدون قرار اداري. ما ينفعش اللعبه زي دي ما ينفعش تعدي. حتى نتج عنها لو كلنا شفنا اصابه اسامه فيصل في اذنه الحقيقه، وكان هناك دماء والكلام ده كله. يعني اذا الراجل ما بيضربش نفسه. يعني حاله زي دي ما ينفعش تعدي لا من حكم الفار ولا من حكم الملعب. هتيجي تقول لي انت قلت دلوقتي ان انت اللعبه دي ممكن تكون انذار فقط لا غير. احيانا ان حكم الفيديو لما بيشوف ان اللعبه دي ما ينفعش انها تعدي، احنا بنتكلم طبقا للبروتوكول على فكره وطبقا لمفهوم كره القدم، عشان بس الناس ما حدش يقعد يفتولنا في حاجات ويقول لك مش عارف ايه والكلام ده كله. مفهوم كره القدم لعبه زي دي ما تعديش. انا ممكن اجيب الحكم اقول له تعالى هناك وجود احتمال وجود بطاقه حمراء، فبيجي يشوف يقول ان دي الصفراء اللي احنا اوريدي متفقين عليها، لكن تعدي لا مخالفه فنيه ولا قرار اداري، لا صعب جدا بالنسبه لي. خلينا نتكلم على مطالبه نادي الزمالك بركله جزاء لصالح ناصر ماهر. لو جينا شفنا اللعبه نلاقي ان مدافع البنك الاهلي الحقيقه نجح في لعب الكره، وانه نجح في لعب الكره بالاول، فبالتالي ما عملش حركه اضافيه، فبالتالي قرار استمرار اللعب هو القرار الصحيح. المباراه كانت صعبه تحكيميا جدا جدا في الملعب. محمود ناجي انا برضو في نقطه مهمه جدا عايز اقولها، هو احتسب 6 دقائق وقت محتسب بدلا من الضايع. انا بشوف ان في كان خلال ال6 دقائق كان في هناك وقت بدل الضايع لا يقل عن دقيقتين، الحقيقه لا يقل عن دقيقتين. انا كنت بتمنى ان هو يضيف الدقيقتين، لكن الحقيقه هو صفر في الدقيقه 96. وانا دايما بميل ان الحكم لازم يحتسب وقت المباراه كاملا. انا بشوف ان ال6 دقائق دول كانوا مقبولين، لكن ما كان فيهم وقت محتسب بدل ضايع تاني. مفيش مشكله ان انا اضيفه. يعني عندنا حالات اللي انا اتكلمت فيها اللي هي الاعتراضات والكلام ده كله. بتمنى انا في نقطه برضو قبل ما انسى، نقطه عجبتني. سامي هلهل في 2 لعيبه اشتبكوا مع بعض في الاخر. تدخل سامي هلهل هنا يدل على حكم كبير جدا وعنده خبرات. الحقيقه هو منع مشكله كبيره جدا، ده هو يا جماعه التحكيم. انا بشيد الحقيقه النهارده بسامي هلهل، بشيد بالطاقم الحقيقه رغم بس تحفظي على محمود. يمكن محمود اتكلمت انا في الموضوع ده قبل كده، حته الاعتراضات على اي حد، الاعتراضات بالشكل ده غير مقبوله. مش انا المفترض اللعيب لما يقعد يزعق ويقعد يعترض ان انا اقعد اقول له اهدى. انا مش مطالب مني ان انا اقول له اهدى، انا بشكر حضرتك وبشكركم جميعا، وكل ده كل ما لدينا النهارده. تحياتي لحضرتك يا استاذ طارق، شكرا جزيلا.